في إطار التدشينات التي نقوم بها هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى 49 لتخليد المسيرة الخضراء. اليوم نقوم بعدد من التدشينات كتهم إقليم سيدي إفني. كلها يعني مبنية على شراكات مهمة ما بين مجلس الجهة والقطاعات الوزارية المختصة. مبلغ مالي إجمالي أو غلاف مالي إجمالي اللي كيتجاوز 522 مليون ديال الدرهم. محاور متعددة على رأسها تقوية البنية التحتية ديال ميناء سيدي إفني اللي حنا متواجدين فيه اليوم، واللي كانت شراكة قوية ما بين مجلس الجهة ووكالة الوكالة الوطنية للموانئ، اللي يعني بمناصفة ما بيننا وما بين الوكالة درنا واحد الغلاف مالي فيه 80 مليون ديال الدرهم اللي غادي يتمكن من تأهيل ميناء سيدي إفني، خصوصا الشق المتعلق بالصيد التقليدي. وبالتالي بدأت الأشغال وغادي تمكن من الرفع من عدد المستفيدين من الصيد التقليدي في المنطقة، وبطبيعة الحال غادي تتمكن أيضا من تحسين جاذبية الميناء من أجل يعني جذب واحد العدد من المستثمرين داخل الميناء. المحور الثاني كيخص التأهيل الحضري والبرنامج الاستعجالي اللي كان أيضا هو محل اتفاقيه شراكه ما بين الجهه ووزاره الاسكان ووزاره الداخليه مشكوره، واللي كان فيه واحد المبلغ مالي ديال مليار و